السلام عليكم يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنتكلم عن الفورم. طيب ايه هي مفهوم الفورم او ايه هو الفورم دهوت؟ الفورم دهوت زي ما انت بتشوف في كتير من المواقع، انك انت بيطلب منك البيانات بتاعتك زي الايميل والباسورد واليوزر نيم والحاجات دهيت، عشان خاطر ان هو يبدا الموقع يتعرف عليك وانك انت تعرف تستخدم الموقع دهوت. زي ايه مثلا؟ زي موقع زي جيت هاب. تمام. جيت هاب دهوت هو بيطلب منك الايميل والباسورد واليوزر نيم والدوله بتاعتك عشان خاطر يبدا انك انت تستخدمه، عشان خاطر تعرف ترفع المشاريع بتاعتك عليه. تمام. فادي حقول الادخال، انك انت بتدخل البيانات بتاعتك هنا كده في الانبوت فيلد دهيت، عشان خاطر يبدا ان هو يديلك الاوثنتيكيشن او الاوثرايزيشن، انك انت تبدا انك انت تستخدم الموقع ده. هو تمام كده؟ تمام. طيب احنا بقى عايزين نعمل فورم داخل الموقع بتاعنا اللي هو ده كده. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هتكتب بكل بساطه، هتفتح التاج بتاعتك وتكتب فيها كلمه فورم، وهتقفل التاج بتاعتك. تمام. داخل الفورم دهيت انت ممكن تكتب كل حاجه، انت ممكن تعمل باراجراف، ممكن تعمل اتش 1، ممكن تعمل ديف، ممكن تعمل اللي انت عايزه كله. تمام. ولكن احنا بنفضل ان احنا طالما انت هتستخدم الفورم يبقى انت تستخدم معاها الانبوت فيلد بتاعتك اللي انت هتدخل فيها البيانات دهيت. تمام. زي ايه؟ زي الانبوت، انت دلوقتي عملت فورم، انشات فورم. طيب ولا حاجه ظهرت في الموقع، بالتالي انت محتاج بقى انبوت او مكان تدخل فيه الداتا بتاعتك. فانت هتفتح التاج بتاعتك وهتكتب فيها كلمه انبوت. تمام. وهتقفل التاج بتاعتك، فانت هتلاحظ ان التاج هي سيلف كلوزنج تاج. تمام. وبنفضل ان انت طالما الاليمنت بتاعك سيلف كلوزنج تاج، فانت بتقفله بالطريقه دهيت كده، تعمل سلاش عشان خاطر يبدا ان هو يقفل نفسه بنفسه. تمام. طيب ماشي. هنا كده انت عايز تدخل النيم بتاعك مثلا، وليكن ايه النيم بتاعك مثلا بالمنظر ده. تمام. طيب عايز تاني مثلا تدخل الباسورد بتاعتك. تمام. يعني احنا محتاجين ان احنا ندخل الباسورد بتاعتنا، بالتالي برضه هيعمل لنا ايه انبوت تاني يدخل فيه الباسورد بتاعتنا. ولو انت ملاحظ معايا الاثنين جم جنب بعض، وده لان الفورم من العناصر لاين بلوك. تمام. طبعا احنا ان شاء الله في السي اس اس هنتكلم عن العناصر، الفرق ما بين عناصر ال لاين والال لاين بلوك والعناصر البلوك. تمام. ولكن انت تعرف بس دلوقتي ان الانبوت من عناصر الايه؟ ال لاين بلوك. تمام. طيب المهم دلوقتي مثلا هتدخل النيم بتاعك وليكن مثلا مصطفى. تمام. وهتيجي تدخل الباسورد بتاعتك 1 2 3 4، فملاحظ معايا ان الانبوت بتاعك اللي هو بتاع الباسورد متشاف، ودي حاجه مش اللي هو مش حاجه حلوه. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا محتاجين بقى يجي هنا دور التايب، النوع بتاع الانبوت بتاعك، انت محتاجه يبقى باسورد، ولا انت محتاجه يبقى ايميل، ولا انت محتاجه يبقى نيم فقط، ولا انت محتاجه يبقى ايه بالظبط؟ والله انا هنا في الحاله الاولانيه دهيت انا محتاج الباسورد، قصدي الانبوت بتاعي يبقى عباره عن تكست، صح؟ فببساطه هكتب له التايب بتاعي يبقى عباره عن ايه؟ عن تكست. تمام. يبقى عباره عن تكست بالمنظر ده كده. والانبوت الثاني بتاعي التايب بتاعه انا عايزه يبقى باسورد، عشان خاطر الباسورد يبقى ايه؟ يبقى هايد، ما يبقاش متشاف. فبالتالي هكتب ايه؟ هبقى التايب بتاعه هيبقى نوعه باسورد. تمام. فبالتالي لو انت جيت لاحظت هنا كده يا صاحبي، هتلاقي ايه؟ هتكتب مثلا الايميل بتاعك او الاسم بتاعك، اليوزر نيم بتاعك، وهتيجي تكتب الباسورد. ركز معايا كده، هاجي اكتب الباسورد، فبالتالي الباسورد بقت ايه؟ بقت هايد، مش متشافه، بقت عباره عن دوتس كده في الايه؟ في الانبوت فيلد. تمام كده؟ تمام. طيب انا محتاج برضو ابين لليوزر انا هكتب ايه هنا. يعني مثلا هنا انا هكتب نيم، ما يمكن يكون سبجكت، ما يمكن يكون ايميل، ممكن يكون اي حاجه ثانيه غير النيم، صح؟ فبالتالي يا صاحبي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نكتب عنوان او ليبل لليوزر ان هو يفهم منه هو هيكتب ايه هنا. تمام كده؟ تمام. فبالتالي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنكتب هنا والله انا عايز ايه؟ انا عايز اليوزر قبل ما يدخل في الانبوت دهوت اسمه، اكتب له انك انت هتكتب هنا اليوزر نيم. فبالتالي هكتب كلمه ليبل، هفتح التاج بتاعتي وهكتب كلمه ليبل وهقفل التاج بتاعتي. تمام. هنا كده انا هكتب الحاجه اللي انا عايزها، زيها زي الباراجراف، زيها زي الاتش 1، كل حاجه. تمام. فانا هكتب ايه؟ هكتب مثلا يوزر
نيم. تمام. بالتالي ايه؟ بالتالي انا اديت انديكيت لليوزر دلوقتي اللي هيجي يزور الموقع ان هو هيكتب هنا كده مين؟ اليوزر نيم. جميل كده، جميل جدا. طيب نفس الحكايه برضو هكتب هنا برضو الليبل بتاعتي، هكتب كلمه ليبل، هو هيعمل لي الحاجات دي كلها لوحدها. سيبك من الفور دلوقتي، انا هشرح لك على الفور دلوقتي. تمام. وهكتب ايه؟ هكتب هنا الباسورد، باسورد، باسورد. تمام كده. فانت لو رحت بصيت هتلاقي هنا ايه؟ الباسورد. فانا اديت برضو يعني زي نظام عنوان كده لليوزر ان هو يكتب هنا الباسورد بتاعته. طيب انت طبعا خدت من المرات اللي فاتت ان عنصر الديف عنصر ايه؟ عنصر بلوك. فبالتالي انا عايز احط الاثنين دول ايه؟ في ديف كده. هنتك على كنترول وحرف الاي عشان احطهم لك في ايه؟ في ديف. وبالتالي دول برضو نفس الكلام، وتضغط على كنترول وحرف الاي عشان يحطهم لك في ديف، عشان الايه؟ الديف ديت تكون كلها دول كده يكونوا في ديف لوحدهم، ودول كده يكونوا في ديف لوحدهم. وبالتالي الديف دي تيجي تحت الديف دي لانها عنصر ايه؟ لانها عنصر بلوك زي ما انت شايف كده يا معلم. طيب ما بينهم ايه؟ ما بينهم حرف البي ار كده اهوت عشان خاطر يبقى يسيبوا مسافه بالمنظر ده كده. تمام، تمام جدا. طيب انا محتاج ايه دلوقتي؟ انا محتاج برضو ان انا ايه؟ يعني مثلا انا عايز لما اضغط على الكلمه اللي هي بتاعت يوزر نيم يبقى يعمل لي فوكس هنا كده، او يعني يعمل لي كده اللي هو البوردر يبقى باللون الاسمر اللي انت شايفه ده كده. تمام. يعني بص فوكس كده اللي هو اكتب كده. تمام يا صاحبي. تمام. طيب ماشي. دي تتعمل ازاي؟ دي تتعمل عن طريق انك انت تيجي هنا كده تكتب هنا فور، وتكتب اي حاجه بقى. شوف انت عايز تكتب ايه، وليكن نيم، انا هسميها نيم. وتيجي في الانبوت هنا كده وتكتب اي دي، ونفس الاسم اللي انت كتبته في الفور هتاخده كده كنترول سي كنترول في عند الاي دي، يبقى نفس الاسم اللي في الفور هو نفس الاسم اللي في الاي دي بتاع الانبوت تايب اللي انت عايز تبص عليه. فبالتالي لو انا جيت بص كده يا صاحبي، لو انا ضغطت على اليوزر نيم بص كده، فعمل لي ايه؟ عمل لي فوكس على الانبوت بتاعي اللي هو اكتب. تمام. فبالتالي اليوزر سواء هو ضغط جوه الانبوت نفسه او على الكلمه من بره، بالتالي هو ايه؟ ينفع يكتب في الانبوت ده. نفس الكلام بالظبط انا هعمله فين؟ انا هعمله في الباسورد. فبالتالي هعمل ايه؟ هعمل فور، وهكتب فيها ايه؟ باسورد. وهاجي نفس الكلمه دهيت كده هكتب هنا كده اي دي، وهعمل نفس الاي دي كده ايه؟ نفس الحكايه بالظبط. فبالتالي الاثنين بقوا سواء انا ضغطت هنا وكتبت او ضغطت على الكلمه من بره وكتبت. جميل كده، جميل. طيب كده نبذه سريعه بس كده عن الفورم، ايه هي الفورم، والتايب ايه هو التايب، والحاجات دي كلها. يا رب يا صاحبي يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.